السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأصدقائي، أسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي. أصدقائي، موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله عز وجل هو نتف الريش عند الببغاوات، وأنا لقيت لكم الحل النهائي لموضوع نتف الريش. هو علاج أنا جربته، تجربتي خاصة هي، وكتير كتير كتير عطى نتائج ممتازة جدا. إن شاء الله عز وجل بتتابعوني وبتطبقوا هذا الشيء مشان تاخذوا فائدة كتير كبيرة. واللي شايف هلا الفيديو تبعي يا ريت يشترك بالقناه، تمام، ويعمل لي لايك. خلينا نبدا سوا نحكي ان شاء الله عن العلاج اللي انا سويته. بالنسبه للعلاج اصدقائي سهل وبسيط، ما في شيء هلا راح اشرح لكم عنه، بس ولكن في عنا 3 شروط بدنا نطبقها بالاول. خليكم معي وركزوا معي بالفيديو للاخير حتى انتم تستفادوا حبايب قلبي. بالنسبة للشروط خلينا نبدأ من هلا لكم ياهن. واحد اللي هو خلينا نبعد ببغاواتنا عن الطبخ حبايب قلبي، اللي بقلبها زيوت مهدرجة، هي بتأذيه جدا، مثل الزيت والسمنة والزبدة إلى آخره. حتى كمان مشتقات الحليب كلها بشكل عام بدنا نوقفها، تمام. اثنين حبايب قلبي، اللهم صل على سيدنا محمد، بدنا نعمل له حمية غذائية، تمام، اللي هي مثلا بس البذور والفواكه والخضروات. تمام، الفواكه إذا كانت مجففة كتير ممتاز. تمام. 3 بدنا نبعد المكسرات عنه. هلا بحالة فترة العلاج نبعد المكسرات نهائيا أصدقائي. إذا أول شيء تمشوا بهدول ال3 شروط، ركزوا معي حبايبي، بهدول ال3 شروط بدكم تمشوا فيهم حبايب قلبي. وهلا رح بقول لكم على العلاج. العلاج إن شاء الله عز وجل سهل وبسيط، وأنتم بتطبقوه عندكم بالبيت، وموجود بكل بيت بإذن الله عز وجل. العلاج هو أصدقائي، ركزوا معي هون. في عندي هي النبتة اسمها نبتة الألوفيرا، اللي بيستعملوها بمواد التجميل للنساء، تمام. ففوائدها عظيمة جدا جدا، وأنا الحمد لله رب العالمين قمت بتجربتها على مشكلة نتف الريش، وعطتني نتيجة مذهلة رائعة جدا أصدقائي. تمام. كيف بدنا نستعملها وشلون بدنا نشتغل فيها؟ تمام، شوفوا معي هلا حبايب قلبي. بالنسبة لهي الورقة، ورقة الألوفيرا، في بقلبها مادة مثل الجيل، تمام أصدقائي. هي المادة نحن بدنا نخلطها مع المي. أول شيء بنقص الورقة من هون، يعني ورقة واحدة هي كافية لتعملنا كاستين مي، يعني نص لتر مي. يعني نص لتر مي. شو بنعمل؟ بناخذ ورقة الألوفيرا حبايب قلبي، بنشرحها وبنطالع الجيل اللي بقلبها، بنضربها على الخلاط، تمام، مع نص لتر مي حبايبي، وبنحطها ببخاخة مي، وبنعمل له بخة للببغاء اللي عم ينتف حاله. تمام. والله أنت مزعج جدا. وبنعمل له بخة للببغاء كل 3 أيام حبايب قلبي، كل 3 أيام. وبإذن الله عز وجل البخة الثالثة بتلاحظوا أنتم الفرق وبتاخذوا النتيجة، إنه إن شاء الله رح يوقف نتف نهائيا. وبنضل مستمرين معه نحن لمدة شهر ونص، كل 3 أيام بخة واحدة. تمام أصدقائي. وإن شاء الله عز وجل طبقتوا هذا الكلام كثير رح تستفيدوا، وبشوفكم إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.